السلام عليكم متابعين ديالي الكرام، كنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو هذا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نهاركم سعيد، عواشركم مبروك، الله تدخل علينا هذا الشهر هذا المبارك بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. هنا غادي نشارك معكم الرز مفور بالخضره البنات. انا هنا درت الرز بعد ما غسلته ودرت الخضره، يعني خيز قطعته دخونج صغار وبطاطا حتى هوايه، ودرت جلبانه ودرت شويه البصله مشلضه، ودرت هذا الفلفله الحمراء والخضراء البنات صافي قطعتهم، وديروا شويه الربيع اللي عندكم. صافي هنا درتيه يتفور بعد ما درت هذاك الدجاج. المهم رشيت عليه شويه سكنجبير وشويه البزار وشويه الملح على حسب الذوق البنات وشويه الزيت، عاد خلطت كل شيء ودرته في الكسكاسه البنات. صافي هنا شعلت عليه البرمه، درت فيها الماء، وهذا الرز مع الخضره درته في الكسكاس. هنا البطاطا كنخليتها كيطيب شويه داك الرز مع هذا مع الجلبانه وخيز، حيت كياخذ واحد شويه الوقت. البطاطا دغيا كتذوب، ما ديروهاش معاها البنات من الاول. ايوا صافي هنا كنخلط بعد ما درتها خلطت صافي، كنخليه يطيب، ومره مره كنخلط هكا باش يتقاد الطيب ديالو، باش يطيب دغيا البنات، باش ما يجيش الفوق قاصح والتحت معجن. مره كتخلطي كتقلبي. صافي هنا لا بغيتي تضيفي اللحم، اللي عندك اللحم ضيفي اللحم، لا بغي عندك الدجاج ضيفي الدجاج، لك الاختيار. صافي هاد الاكله هذا البنات كتجي خفيفه وزوينه وصحيه، كتعجب الدراري الصغار والكبار. صافي هذا هو الشكل النهائي. هي بعد ما طابت كتجي لذيذه البنات، كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها، ولا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك، وكنقول لكم شكرا للتفاعل ديالكم، وبسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.